السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة للشعر وكثافة الشعر ونعومته. بس قبل كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش تعملي لي لايك تعليق حلو كده زيك. نبدأ بسم الله. اول حاجة هنحط العناب ده او الكركديه. هنحط الكركديه او العناب ده كام ورقة كده منه ونحطهم في كوباية. وطبعا احنا عارفين فوائد العناب، ثبت علميا العناب بيحفز على نمو الشعر جدا، بيساعد بوصلات الشعر على الانبات بكثافة، ويعني يعمل كثافة للشعر، ينعم الشعر ويشيل القشرة اللي موجودة في فروة الراس ويطهر فروة الراس من اي طفيليات فيها. كمان هنحط معاهم مكون تاني وهو ما يقلش عنه في الفاعلية وما يقلش عنه في مميزاته الحلوة جدا للشعر، اللي هو حبة البركة او الكمون الحلو او كمون اسعد في بعض الدول العربية. حبة البركة طبعا اسمها هو فيها منها فيها على طول، فيها بركة في كل حاجة للشعر. طبعا في ليها فوائد كبيرة جدا، هي مطهرة اساسا لفروة الراس، كمان بتساعد على نمو الشعر وتحفز وصلات الشعر على النمو، كمان بتدي نعومة للشعر جميلة جدا. كمان هنحط معاهم مكون ثالث وهو ما يقلش عنهم في الفاعلية، اللي هو روزماري. روزماري طبعا احنا عارفينه كله، او اكليل الجبل، احنا عارفين فوائده كتيرة للشعر. ليه فوائد عظيمة جدا للشعر، اللي هي مثلا برضو مطهر لفروة الراس، يحفز وصلات الشعر على النمو ويدي نعومة وطراوة للشعر، مفيد جدا لفروة الراس ويطهرها. هنحط عليهم كوباية مية مغلية او ميه مغليه يعني في الكوبايه، وهتقلبيهم وتسيبيهم يعني ساعتين 3 كده براحتهم. وبعدين هتحطيهم في بخاخه وترش على شعرك منهم في الوقت اللي يعجبك. الحلو خالص في الوصفه دي ان هي ما بتحتاجش غسيل، ممكن تحطيها على شعرك وتسيبيها على شعرك، ما فيهاش اي ضرر، ما فيهاش اي مشكله. هتقلبيها كويس طبعا وهتسيبيها تغطيها وتسيبيها كام ساعه كده اهوت، وبعد كده هتصفيها وتحطيها ببخاخ او تحطيها في اي حاجه وترش على شعرك مرتين 3 في اليوم لمده 3 ايام ورا بعض، وبعد كده مره واحده في الاسبوع. هتخلي لك شعرك حاجه تانية خالص، يعني هتملى لك الفراغات الشعر، هتنعمهولك وهتعمل لك في كتطهير لفروة الراس. يعني كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. تنسينيش بقى في اللايك لو فضلتي معايا لغايه كده، ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. ما تنسيش تعملي لايك حلو كده جميل زيك. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.